بمدينة الرباط دخل مجموعة من أبطال الفول كونتاكت في معسكر تدريبي استعدادا للاستحقاقات الدولية التي تنتظر هذه العناصر. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي من توقيع مهدي صواب. 70 فردا من بينهم 18 عنصرا نسويا خاضوا هذا المعسكر الانتقائي الثاني من نوعه، معسكر امتد ل4 أيام بمعدل 3 حصص يومية، ويشرف على تأطيره 4 مدربين. تركزوا عليه هو اشنو هما الامكانيات والقدرات ديال كل فرد باش يمكننا واش نقدروا نعتمدوا عليه مستقبلا ولا لا، لان باقا تابعنا الخدمه، باقي غادي نخدموا تنشوفوا المؤهلات ديالو، تنشوفوا المايور اللي كاين ونساي دو فواغ كل واحد، تنحاولوا نشوفوا جميع المؤهلات سواء البدنيه سواء الذهنيه سواء التقنيه سواء التكتيكيات. الإدارة التقنية وضعت الأبطال والبطلات في صلب الإعداد ضمن أصناف عدة، منها الفول كونتاكت، الكيك بوكسينج، الصفات، السيمي كونتاكت والمواي تاي. احنا كندربوا في ظروف مزيانه الحمد لله وملائمه، والحمد لله نتمنى من الله التوفيق لجميع العناصر اللي غيمثلوا رايه البلاد. كنستافدوا بزاف من التقنيات، وكذلك كنوجدوا البطولات ان شاء الله القادمه باش نمثلوا المغرب احسن تمثيل ان شاء الله. المعسكر الثالث والأخير سيدور ما بين الفاتح والخامس من يوليوز المقبل لتحديد اللائحة النهائية التي ستخوض البطولة العربية وبطولة العالم ثم الألعاب القتالية.